كلنا عارفين إن في أفكار لو انتقدتها أو حتى اتناقشت فيها بس أو جادلت ممكن اللي قدامك يأذيك، وده مش عشان أنت غلط لكن عشان لمست هويته. في علم النفس ده اسمه cognitive dissonance أو التنافر المعرفي، لما الحقيقة أو الفكرة تتناقض مع معتقد متجذر. هنا المخ بيدافع عن عدم تغيير المعتقد بالهجوم على الفكرة المضادة اللي باي ذا واي ممكن تكون حقيقة لكن برضه هيحاربها، وأحيانا بيحاربك أنت. ليه بقى؟ لأن المعتقد ده ما بيبقاش مجرد رأي، ده بيبقى اتزرع فيك من الطفولة. كل الأسرة واللي حواليك بيقولوا ويرددوا نفس الحاجة، بتتكرر في المدرسة لحد الشخص ده من كتر ما بيسمع كل اللي حواليه بيقولوا نفس الحاجة من وهو طفل بيبقى جزء من هويته، جزء من تعريفه لنفسه. فأول ما أنت بتشكك أنت ما بتبقاش بتناقش فكرة، أنت بتفكك الشخص نفسه. وعشان كده النقاش بيقلب من دفاع لهجوم لعنف، مش لأن الفكرة تستاهل خالص لكن عشان الشخص من غيرها مش هيبقى عارف هو نفسه مين. الكوجنيتيف ديزونانس ده كان سبب كبير في إن صراعات وحروب تقوم كمان تاريخيا على فكرة أو معتقد، مش لأنها صح لكن عشان مشتبكة بالهواء. التفكير النقدي الحقيقي مش هو إنك تحاول تثبت إن اللي قدامك غلط، التفكير النقدي الحقيقي هو إنك تتحمل إن جزء منك ممكن يكون غلط، وإنك تفك ارتباطك ما بينك أنت كشخص وما بين أجزاء من اللي اتزرعت جواك. لأن مش كل اللي جواك صح ومش كل اللي جواك أنت شخصيا عندك كام فكرة لو اتكسرت أنت من جواك هتحس إن أنت اللي اتكسرت. لازم هنا تنتبه إن مش أنت اللي ماسك في الفكرة، الفكرة هي اللي ماسكاك.